أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في الحلقات السابقة رأينا كل ما يتعلق بالاسم. في هذه الحلقة سنبدأ بالتكلم عن الصفة شوماها. الصفة شوماها. الصفة هي كلمة تدل على حالة الاسم وخواصه، لهذا فهي تتبع الاسم ولا يكون لها معنى كامل بدونه. وتنقسم الصفات إلى قسمين: صفات أصلية أو اعتيادية، وصفات نسبية أو المشتقة، وكلتاهما تتبع الاسم في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والجمع. الصفة الأصلية أو الاعتيادية هي التي تدل على حالة شيء ما، مثل جورا، طاوى، راما، خوارا، شاخينا، يارختا، أي كبير، عال، أبيض، حار، طويلة. أما الصفات النسبية هي تدل على نسبة شيء إلى مكان أو مهنة أو حالة أو شيء آخر، وتصاغ من الاسم، وتكون على ثلاثة أنواع. تصاغ من الاسم وبثلاثة أنواع. النوع الأول يصاغ عن طريق إدخال حرف يوت مسقوف، يوت سقابة، بعد الحرف الأخير للاسم، مع تغيير حركة حرفه الأخير إلى سقابة إن لم يكن كذلك. أمثلة، وبالأمثلة طبعا تتوضح القاعدة أكثر. اسم نينوى، نينوى، الصفة المصاغ منها الصفة النوع الأول نينوايا، بيوت سقابة أدخلناها في النهاية، أي ما قبل ألب الختام. نينوايا يعني نينوي. ماتا، ماتايا، أي قرية، قروي. آتور، آتورايا، أي آثور، آثوري. كتاوى، كتاوايا، كتاب، كتابي. مشيخا، مشيخايا، أي مسيح، مسيحي، نسبة إلى المسيح، من أتباع المسيح. ناشا، ناشايا، أي إنسان، إنساني، شيء إنساني. ألاها، ألاهايا، الله، إلهي. ألما، ألمايا، عالم، عالمي. دنيا، دنيايا، دنيا، دنيوي. قانونا، قانونايا، قانون، قانوني. أرأى، أرآيا، أرض، أرضي. شمية، شميايا، سماء، سمائي. ميا، ميايا، ماء، مائي. رشما، رشمايا، رسم، رسمي. بابا، بابايا، أب، أبوي. إسلام، إسلامايا، إسلام، إسلامي. برزلا، برزلايا، حديد، حديدي. دهوى، دهوايا، ذهب، ذهبي. يلبانا، يلبنايا، علم، علمي. أرزة أو ضخرة، نستعمل الاثنين، أرزة هي باللغة المعاصرة وضخرة باللغة القديمة، لكنها نستعملها في القواعد كما ترون. يكون أرزايا أو ضخرايا، وهو يعني ذكر وذكري. نقوى أو نقبتة بالأشهر القديم أو الأرامي. نقوى، نقوايا يصير نقوى تصير نقوايا، ونقبتة نقبتايا، أنثى، أنثي. إيتا، إيتانايا، إيتايا، كنيسة، كنسي أو كنيسي. أما النوع الثاني يصاغ بإضافة حرف نون مسقوفة، نون مسقوف، نون سقافة بعد الحرف الأخير الاسم، مع تغيير حركة هذا الحرف إلى سقافة إن لم يكن
إن لم تكن كذلك، يعني لم تكن حركته كذلك. أمثلة: أرأى أرآنا، أرض أرضاني. إذا العربي موجودة ما أعرف إذا كان ممكن استعملها. أرضاني وتعطي بمعنى أرضي. شمية شميانا، سماء سمائي. روخا روخانا، روح روحاني. جنس جنسانا، جنس جنساني. جشم جشمانا، جسم جسماني. بغرة بغرانا، جسد جسداني. برزلة برزلانا، حديد حديدي. دهوة دهوانا، ذهب مذهب، فيه ذهب. أبرا أبرانا، تراب ترابي. أرزا أو ضخرة كما قلنا، أرزانا ضخرانا، ذكر ذكراني. نقوى أو نقبتا، نقوانا أو نقبتانا، أنثي أنثى أنثاني. أما النوع الثالث فيصاغ عن طريق إضافة كلا الحرفين، أي النون واليود مسقوفين، أي نايا، هذا المقطعين هاي نايا. في هذه الحالة تترك حركة الحرف الأخير على حالها، ليس كما في السابقين فإن حرف تأخذ إسقاطها، ولكن هنا تترك كما هي، إن كانت ساكنة فتبقى ساكنة. أمثلة: ناشا ناشانايا، إنسان إنسانوي. حيوان، وهي كلمة طبعا مأخوذة من العربي، حيوانانايا، أي حيوان حيوانوي. يأيا يأيانايا، يعني تعني نبات نباتوي. أرأى أرآنايا، أرض أرضوي. شمية شميانايا، سماء سماوي. أطرى أطرنايا، وطن وطني وطنوي. أمتى أمتنايا، قوم قوموي أو قومي. توديتا توديتانايا، دين دينوي أو ديني. شوتابوتا شوتابوتانايا، مجتمع مجتمعوي. إيتا إيتانايا، كنيسة كنيسوي أو كنسي. إسلام إسلامانايا، إسلام إسلاموي. نقوى أو نقبتا نقوانايا أو نقبتانايا، أنثى أنثوي. أرزا أو ضخرة أرزانايا أو ضخرانايا، ذكر ذكروي. هذا النوع من الصفات تدل على المغالاة، مثل ما شفنا في كثير منها، تدل على المغالاة وعلى المبالغة أكثر فيها. وهنا أريد أذكر أنه هذه تعادل ما موجود في اللغة اللاتينية وجميع اللغات الأوروبية التي أخذت منها ما هو است مثلا نقول هومانيست، هيومان إلى هي باللغة اللاتينية يعني هومانا، يعني إنسان إنسانوي، هومانيست. والاسم هو هومانيزم، يعني ناشانايوتا مثل ما شفناها في الأسماء، تتذكرون في فصل الاسم عندما أخذنا الأسماء الجوهرية والأسماء المشتقة من الصفات أوكي. فهاي تدل على المغالاة. نقول هناك صفات قليلة تشذ عن هذه القاعدة، قليلة كم واحدة وهذه هي فقط. فمثلا موسيقى ما نقول موسيقايا وموسيقانايا وموسيقى، إنما نقول موسيقورة، موسيقي موسيقار، موسيقى موسيقار. قيثارة قيثادورة، قيثارة قيثاري. خزنة خزنادر، خزينة خزائني. أغونا أغونسطة، تكون نضال مناضل. أوكي، نأتي على جنس الاسم، جنس الصفة، العفو، جنس الصفة. للصفة كالاسم جنسان، مذكر ومؤنث.
ما في مثنى، مذكر أو مؤنث. وكل الصفات المؤنثة لها تاء التأنيث في آخرها، تاء، إلا بعض الشواذ، شواذ قليل جدا. ولتغيير جنس الصفة من المذكر إلى المؤنث يكفي إدخال تاء مسقوفة للمفرد كم قبل الألف الختام مع تسكين الحرف الذي قبلها. أمثلة: جورا جورتا، جورا جورتا، سكنا هذا الحرف الأخير راء صارت، وأدخلنا تاء، تاو مع سقاپة، جورتا، كبير كبيرة. شفيرة شفرتا، جميل جميلة. كشيرة كشرتا، شاطر شاطرة. سموقة سمقتا، أحمر حمراء. راما رمتا، عالي عالية. خروبة خروبتا، حاد حادة. ركيخة ركختا، لين لينة. وهذا ينطبق على الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة، وفيما يلي أمثلة عليها. الأنواع الثلاثة موجودة هنا، مذكرها وتأنيثها. النوع الأول ننوايا، يصير ننويتا، نفس القاعدة، يعني نسكن الأخير ونضيف تاو سقاب. ننوايا ننويتا، ماتايا ماتيتا، أطرايا أطريتا، كتاوايا كتاويتا، مشيخايا مشيخيتا، ناشايا ناشيتا، ألهايا ألهيتا. النوع الثاني الذي كان ينتهي بالناء، نون سقافة، أرآنا مثلا، أرآنا أرأنتا. روخانا روخنتا. جنسانا جنسنتا. قشمانا قشمنتا. بغرانا بغرنتا. برزلانا برزلنتا. دهوانا دهونتا. نفس القاعدة، نسكن الأخير ونضيف تاو سقاف. النوع الثالث ناشانايا ناشانيتا. حيوانانايا حيوانانيتا. يعيانايا يعيانيتا. أرآنايا أرآنيتا. شميانايا شميانيتا. أطرانايا أطرانيتا. أمتانايا أمتانيتا. نفس القاعدة، سكنا الأخيرة وأضفنا تاو سقاب. ملاحظة: هناك بعض الصفات مثل ما قلنا تشذ عن هذه القاعدة، حيث أن تأنيثها يكون بقلب حركة حرفها الأخير إلى زلامة طويل مع عدم إضافة تاء التأنيث إليها. مثل هي هاي تقريبا كل ما عندنا. بلقي من بلقى، تورة نقول مثلا تورة بلقى، ثور أرقط، تورت بلقي، بقرة رقطاء. يك من يكا، جورة يكا، رجل ضخم. بختة يكي، امرأة ضخمة. زردة من زردة، كوسة زردة مثلا، شعر أصفر. صدرة زردة، دشداشة أو قميص صفراء. نحن الصدرة في الآشورية هي مؤنثة مع عدم وجود التاء التأنيث، مثل شفنا في هناك بعض الأسماء لا تظهر عليها تاء التأنيث في المفرد، وإنما في الجمع تظهر. مثلا صدرة إذا جمعناها تصير صدرات، فتظهر التاء بها. فنقول صدرة زردة لأنها صدرة مؤنثة، زردة. أوكي. نأتي على الموضوع الثاني، الخاصة الثانية للصفات، ألا وهي عدد الصفة. للصفة عددان كالاسم مثل ما الاسم، أي المفرد والجمع، ما في مثنى. ولا وجود للمثنى في اللغة الآشورية المعاصرة. جمع الصفات المذكرة. الصفات المذكرة تجمع عن طريق تغيير حركة حرفها الأخير من سقاپة إلى زلامة طويل. أمثلة: جورا جورة،
سهل جدا. قورة قورة. كبير كبار. شبيرة شبيرة. جميل جميلون أو جميلين. كشيرة كشيرة. شاطر شطار. سموقة سموقة. أحمر حمر. رامة رامة. عالي عاليون. خروبة خروبة. حات حادون. ركيخة ركيخة. لين لينون. وهذا ينطبق على الصفات النسبية أيضا بأنواعها الثلاثة. أمثلة: النوع الأول ننوايا، قلنا تصير ننواية. مذكر النسبي الأول يكون ننوايا، تصير ننواية. ماذا عملنا؟ نفس الشيء، نفس القاعدة. قلبنا اسقاط الأخير، الحرف الأخير، إلى زلامة طويل. ننواية. ماتايا ماتاي. آتورايا آتوراي. كتاوايا كتاواي. مشيخايا مشيخاي. ناشايا ناشاي. ألهايا ألهاي. النوع الثاني اللي ينتهي بالنون سقاپة: أرآنا أرآني. نفس الشيء، نقلب فقط السقاپة إلى زلامة، حرف الأخير، حركة الحرف الأخير من سقاپة إلى زلامة. روخانا روخاني. جنسانا جنساني. قشمانا قشماني. بغرانا بغراني. برزلانا برزلاني. دهوانا دهواني. النوع الثالث اللي كان ينتهي بنون وياء مسقوفتان: ناشانايا ناشاناي. نفس الشيء، فقط نقلب الاسقاف الحرف الأخير إلى زلامة طويل. ناشانايا ناشاناي. هيوانانايا هيواناناي. يأيانايا يأياناي. أرأنايا أرأناي. شميانايا شمياناي. أطرنايا أطرناي. أمتنايا أمتناي. جمع الصفات المؤنثة، هاي كانت صفات المذكرة سواء الأصلية أو النسبية. هلا نجي على جمع الصفات المؤنثة. أما الصفات المؤنثة فتجمع بطريقتين، طريقة واحدة. الأولى تتم بتغيير حركة تاء التأنيث إلى زلامة طويل مع إعطاء حركة سقاپة للحرف الذي يسبقها والذي يكون عادة ساكن، كما شفنا أنه عندما نحن نغير المذكر المؤنث ندخل تاء التأنيث تاء مسقوفة في النهاية ونسكن الحرف اللي ما قبلها مثل ما شفناها فوق. فهنا نعمل ايش عندما نريد نجمع الصفات المؤنثة؟ نغير حركة التاء التأنيث إلى زلامة طويل ونعطي حركة سقاپة للحرف الذي يسبقها والذي يكون عادة ساكن. أمثلة: قرطة كبيرة. قورات. راء هاي ساكنة أعطيناها سقاپة، وسقاپة للتاء والتاء تأنيث حولناها إلى زلامة طويل. كبير كبيرة كبيرات. شبرتا شبيرات. جميل جميلات. كشرتا كشيرات. شاطرة شاطرات. سمقتا سموقات. حمراء حمراوات. رمتا رمات. عالية عاليات. خروبتا خروبات. حادة حادات. ركخت ركخات. لينة لينات. هنا نسينا الألف. نعم. أما الطريقة الثانية قلنا بطريقتين. الطريقة الثانية وهي الأكثر استعمالا فتكون باستعمال جمع المذكر بدلا من المؤنث، أي بحذف التاء التأنيث وتغيير حركة الحرف الأخير إلى زلامة طويل. يعني نطبق الجمع المذكر على الجمع المؤنث. مثلا قرتا تصير، هناك كان قوراتي في النوع الأول، النوع الثاني تصير قورة مثل المذكر قورا قورة، فقرتا قورة. قول امرأة كبيرة بخت قرتا، ونساء كبيرات بدل من كبيرات قورات سم قور، نقدر نقول بختات قورة. اوكي، وهاي طبعا اسهل. كبيرة كبيرات. شبرتا شبيرة. جميل جميلات. سمقت سموقة. حمراء حمراوات. رمتا رمات. عالية عاليات.
خربت خروبة، حاد حادات، ركخت ركيخة، لينة لينات. وكل ما سبق ينطبق على الصفات النسبية أيضا وبأنواعها الثلاثة، يعني الصفات النسبية المؤنثة عندما نجمعها فبنفس الطريقة، طريقة جمع الصفات الأصلية تكون. وهنا تشوفون جدول على جمع الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة. النوع الأول ننويتا، تصير ننوايات، نينوية، نينويات، نساء امرأة نينوية، نساء نينويات، ننوايات. ماتيتا، امرأة قروية، ماتاي، نستعمل النوع الثاني هنا. ماتايات هي قليلا ثقيلة. ماتايات، ماتاي، نقدر نقول ماتاي، ماتايات أيضا، لكن نستعمل عادة ماتاي. آتوريتا، آتورايات، أثورية، أثوريات. كتاويت، كتاويات، كتابية، كتابيات. مشيخيت، مشيخيات، مسيحية، مسيحيات. ناشيت، ناشيات، إنسانية، إنسانيات. ألهيت، ألهيات، إلهية، إلهيات. مثلا أنه الصفات الإلهية، الصفات الإلهية، صفة إلهية، صفات إلهيات. النوع الثاني أرآني، أرأنت، تصير أرآني أي بالطريقة الثانية. أرأنت، أرآني. روخنت، روخان. لهالنوع هذا نستعمل أكثر النوع النوع الطريقة الثانية للجمع بتطبيق الجمع المذكر على المؤنث. أرأنت، أرآني. روخنت، روخاني. أرضية، أرضيات. روخنت، روخاني، روحانية، روحانيات. جنسنت، جنساني. قشمنت، قشماني. بغرنت، بغراني. برزلنت، برزلاني. دهونت، دهواني. النوع الثالث الذي ينتهي ب نيتا، صير ناشانيتا، صير ناشاناياتي. هنا نطبق الطريقة الأولى. هيوانانيتا، هيواناناياتي. يأيانيتا، يأياناياتي. أرآنيتا، أرآناياتي. شميانيتا، شمياناياتي. أترانيتا، أتراناياتي. أمتانيتا، أمتانايات. وطنية، وطنيات. قومية، قوميات. أوكي. بهذا نكون قد انتهينا عن الصفة. فصل الصفة كله انتهى. وأراكم وأنهي أيضا الحلقة هذه، عندنا 23 دقيقة، على أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة مع موضوع آخر وهو الضمير. في الحلقة القادمة سنتحدث عن الضمائر. أستودعكم الله وألقاكم بخير.